على الرغم من مشاعر الأمومة التي تكنها القطط لصغارها، إلا أنها أحياناً تقدم على التهامهم، وذلك لأسباب لا تخطر على بال البشر. فالقطط الضالة والتي تعيش في البرية تقوم بأكل صغارها بسبب ظروف حياتها التي يتخللها الكثير من المخاطر، في حين أن القطط التي تعيش في المنازل وتحظى بظروف حياتية أفضل لا تأكل صغارها، لأنها تحصل على عناية خاصة وتضمن بقاء الصغار بعيداً عن الأخطار في الخارج. أحضرنا لكم أسباب تدفع بالقطط لأكل صغارها. أولاً، صغر عمر القطة الأم، فقد تحمل القطة وهي صغيرة جداً ولم تكتمل لديها غرائز الأمومة، فتظن أن الطفل فريسة فتلتهمه. ثانياً، الرحمة بالصغير المريض، فعندما تعرف القطة الأم أن فرصة نجاة صغيرها المريض ضعيفة جداً تلتهمه، ذلك لتخليصه من ألم المرض ومصارعة الموت وشفقة منها وتوفير طاقتها وحليبها لإخوته. ثالثاً، الخطر المفاجئ، فالقطة تقتل صغارها في حال تعرضت للخطر، فتضطر إلى الهرب والنجاة بنفسها وتضطر لأكل طفلها لأنها لا تستطيع حمله خوفاً عليه من الافتراس. رابعاً، موسم التكاثر، من الأسباب التي قد تدفع القطة إلى قتل صغارها إنجابهم في غير وقت تكاثر القطط، فتقتلهم لتحظى بفرصة أكبر في موسم التكاثر. خامساً، قلة الطعام، فالقطة تلتهم أطفالها إذا أنجبتهم في فصل الشتاء مثلاً لعدم توفر الطعام الكافي لها ولصغارها، وإذا ما تواجدت في البرية. سادساً، صراع البقاء، فالقطة البرية الأم تقوم بقتل صغار القطط الأخرى من نفس مجموعتها كي تحظى صغارها في هذه المجموعة بفرصة أفضل في الحياة. سابعاً، الخوف من العدوى، فعند مرض أحد صغار القطة فإن الأم تخشى على بقية صغارها من العدوى، فتضطر إلى قتل صغيرها المريض وأكله. ثامناً وأخيراً، تغير رائحة القط الصغير، ففي بعض الأحيان يقدم أحد الأشخاص على لمس صغار القطة وملاعبتهم، فيلتبس على القطة الأم رائحة الصغير فتظنه فريسة فتقتله. لذلك ننصحك بعدم لمس صغار القطة عندما يولدون فوراً،